السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كل اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض المبرومة، كنافة حلوة جدا 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 بطريقة سهلة خالص. هقولك شوية تكات وحركات انك تقدري تطلعيها كلها متساوية، مفيش فيها بقى لا شعر كده ولا شعر كده. حاجة كده ايه محترمة كده، تقدميها في طبق من الحلويات عندك، او تقدميها كده لزباينك كده وتبيعيها، او انك تعمليها في البيت وتقولوا له منع. الستات تقدر تعمل اي حاجه، اي حاجه في الدنيا. مفيش حاجه اسمها ان ما اقدرش، او حاجه بتتعمل في المحلات وانا ما اعرفش اعملها. انا كست بيت اقدر اعمل كل حاجه واقدم لاولادي ولبيتي اي حاجه. مفيش حاجه تصعب على ست البيت. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش اشتركي في القناه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت بقى يا بنات يعني شيروا لي الفيديو، يعني لايك بقى وشير وكده، وقولوا لاصحابكم كده في قناه حلوه كده بصوا عليها كده. يعني ظبطونا كده يا بنات، لان ايه الدنيا مش ماشيه تمام الايام دي، فاحنا عايزينها تمشي تمام تاني وترجع تاني زي الاول. فابدأوا كده شيروا الفيديوهات. تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونقول كل حركات المبرومة. النهاردة بقى معايا لازم الكنافة تكون الكنافة طرية، طرح من الكنافة كامل تكوني جايباه ومغطياه قدامك زي ما انت شايفة كده، علشان الكنافة بتاعتك ما تنشفش حتى وانت بتشتغلي. بجيب كده كده خصلة بخصلة او حتة كده، وافردها تكون الخصلة كده ايه، كبيرة شوية يعني، وافردها زي ما انتوا شايفين كده. وشوفوا اخلص كده الخصل من بعضها، او افرفطها كده من بعضها علشان ما تكونش لازقه في بعضها جامد. انا جايبه الكنافه دي طازه وجايباها طرح كامل كده على بعضه، فالكنافه جايه ماسكه في بعضها جامد. فما تكون جايه كده دي الكنافه دي طازه وزي الفل ولسه خارجه من الفرن وماسكه في بعضها، انا اخد الخصله كده وفرفطها شويه من بعضها كده، علشان كل واحده تسيب التانية واحطها قدامي كده بسمك رقيق جدا او تكون رقيقه جدا، علشان ما تبقاش تخينه قوي معاكي. يعني هي مش طبقه كبيره، يعني عشان ما تبانش قدامكم في الرخامه ان هي طبقه كبيره، لا هي طبقه رقيقه. وانا فرفضتها كده كده. وبعد كده هبدا احط سوداني. المفروض السوداني بتاع المبرومه بيكون سوداني بقشره وبيكون سوداني طري. هو بعد كده بتحمص جواه، لان التسويه الصح بتاعه المبرومه هقولك عليها شويه كده. فتابعي معايا الفيديو الاخر عشان هتستفيدي. فالمفروض ان المبرومه بيكون السوداني بتاعها يكون السوداني بتاعها طري، ويكون السوداني بتاعها بقشره. لكن انا الحقيقه ساعتها ما لقيتش لا سوداني طري ولا سوداني بقشره، فجبت ده السوداني وقلت خلاص هي ما تنفعش الوصفه النهارده. قلنا لا فيش الكلام ده، هو هتنفع. وهي المبرومه عمرها ما تقول لا، ومفيش حاجه اسمها اساسيات، ومفيش حاجه اسمها حاجه بتقول لا. تمام. انا ابني كان واقف جنبي كده، قلت له امسك كده يا كريم. انا بس بلف كده بايد، والايد التانية ماسكه الطرف التاني لغايه اخر حته، الف دي قصاد دي تلاقيه كله بيتبرم معاكي كده. وعند اخر حته كده ابل ايدي من الميه واسوي الشعر بتاعها، علشان زي ما انت شفت في اول الفيديو كلها تطلع متساويه، ومفيش فيها لا شعريه طالعه كده ولا شعريه طالعه كده ولا حاجه تتحرق ولا اي حاجه. معلش ده ابني كان بيبص، يعني تطفل الاطفال، تطفل الاطفال يا بنات، بس مش اكتر من كده. بقول له ناولني شويه سوداني، حط كده شويه سوداني، وبقوم برمه كده الطرف بتاعها واسكنها كده في الصينيه. شايفين في شعر كتير طالع منها ازاي؟ عند حركه الميه ديت، اول يعني ببل ايدي بس مش ميه كتير، ابل ايدي بس ومشيها كده على الكنافه خلاص. مفيش اي ميه طلع، مفيش اي شعرايه طلعت من الكنافه، والكنافه كلها بتكون متساويه خالص. ده بيتعمل في عيش البلبل، في المبرومه، في القباط، في اي حاجه بتتلف الكنافه طريه فيها بتعمليها بتكون حلوه جدا. شايفين الكنافه عامله ازاي طريه وجميله ولسه جايباها مشبكه في بعضها. بفك التشابك كده واخلي الطبق كده زي ما انتم شايفين مفروده قدامي كده على الرخامه، واحط السوداني في قلب النص كده. كتري كده بقى من السوداني بتاعك، على فكره الحجم اللي انت عايزاه تعمليها بالتخن اللي انت عايزاه اعمليه. انا حبيت حجمها يكون متوسط كده، او التخن بتاعي يعني يكون متوسط. انت عايزه تخنيها عن كده تمام، مفيش اي مشكله. وبرومي كده وامسكي ايدك من هنا وايدك من الناحيه دي، ولفي كده وظبطي كده على الصينيه دي. اما تكون حته طلعت اكبر من الصينيه انا بقصها عادي مش مشكله، لان انا عندي كميه من الكنافه كبيره، فبرضه هسيب منها ان انا اعمل صينيه، فعادي ان انا اقص منها واقطع منها براحتي. يعني اللي بيتبقى مني او اي تقطيعات بتتبقى مني او كده بحطها بقى هنعملها صينيه وكده يعني. لفيت دي كمان
وبرده الخطوة المية زي ما قلت لكم خطوة مهمة، وما بحطها في الصينية برده كده، بقيت بظبط كل حاجة واسكن كل حاجة. هخلص كل بقى الكمية كده مع نفسي وهرجع لكم علشان ما اطولش عليكم في ايه في الخطوة دي، ونشوف خطوة بعد كده جاية. هلف دي معاكم كمان ولا لا مش عارفة. بس زي ما انتوا شايفين طريقة لفها عملتها معاكم كم مرة اهو. طريقة سهلة جدا، مفيش فيها اي تعقيدات، وما تخافيش، كنافة معاكي بتتبرم بسهولة جدا، ومفيش فيها اي حاجة. اهو شايفين ايدي كده بتبرم، وايدي كده جنب ايدي التانية لغاية اخر حتة ببرم دي على دي. شايفين كده؟ وعلى فكرة بقى تقدري تحركي كده تحركي كده، ما تخافيش من حاجة، واعمليها بتبقى زي الفل وجميلة جدا، وطعمها مميز، وكلنا بنحب اصلا الكنافه اللي بتبقى كلها سوداني من جوه ده. هخلص كل الكميه مع نفسي كده. عملت الصينيه زي ما انتم شايفين كده. اسقيها قد ايه من السمنه؟ الصينيه ديت صينيه متوسطه من الصواني المستطيله. هسقيها يعني لما تملوا كده، مش عارفه الحاجه اللي هو ده نص كيلو كنافه او اقل، بتهيألي اقل من نص كنافه كمان، يعني ده اقل من نص كنافه مش نص كامل. فهسقيها بكوبايه من السمنه، كوبايه من السمنه، لان البمبرومه بتاخد معاكي سمنه كتير. حطي كوبايه السمنه، لو هي اكتر يعني كتير عليها كوبايه السمنه، هي اصلا يعني هتصفي السمنه بتاعتها براحتها، لكن هو مش كتير عليها ولا حاجه، وما صفتش معايا حاجه. حطيت فيها كوبايه سمنه شربتها كلها. حاولت ان اقلبها في الفرن، حمصيها، بتعمل على نار هاديه جدا علشان تتحمص كده من جميع الجوانب. التليفون ساعتها كان فاصل، الكشاف بتاعه فاصل، علشان كده باينه كده بالشكل ده، لكن هي كانت لونها حلو جدا، مفيش اي حاجه فيها كانت محروقه ولا اي حاجه، وكانت واخده لون حلو قوي. وهوريكم في الاخر وابين لكم الصوره في اكتر. يعني الشربات ده كان موجود عندي، بس شربات الكنافه ده بيكون تقيل وبيكون بارد. هقول لكم على مقدار الشربات الكنافه اللي تلاقيه مظبوط معاكي جدا. اول اتنين قطعتهم من المبرومه بتاعتي، الاتنين اتكسروا، وسبتهم لكم اهو في الفيديو علشان تعرفوا. وهقول لكم الوقت طريقه تقطيع تكون سليمه وتقدري تقطعيها ازاي. الحقيقه المفروض هي السكينه المفروض تكون سكينه مشنشره، وتكون الشنشره بتاعتها كتير، يعني فاهميني، زي الطرنش اللي بنقطع بيه، مش شنشرتها ضيقه، لا، الشنشره بتاعتها تكون واسعه وكبيره. وانا بقطع المبرومه منزلش على طول. لو انا نزلت على طول كده بالسكينه اكني بقطع اي حاجه هتتكسر مني، لا، افضل راحه جايه راحه جايه كده بالسكينه، فاهميني، علشان هي اكنها منشار، بننشر حاجه كده، راحه جايه راحه جايه كده، علشان تتقطع تقطيع سليم. اول قطعتين اتقطعوا مني انا نزلت نازله واحده بالسكينه، او اتسرعت في القطع ونزلت على طول قامت متفتفتين مني. لكن بعد كده بقى بدات اظبط ايدي علشان اقطع التقطيع سليم، وبدات اقطعهم كلهم الى حد ما في نفس الطول يعني، وبقطعهم بالشكل ده. بقطع بالورب شويه، مش بالظبط قوي، بس التقطيعه اللي انت تحبيها بقى. على فكره حابه اقل من كده، انا كنت قلت التقطيعه دي كويسه، لكن حابه اقل من كده اعمليها اقل من كده واصغر من كده. دي تحطيها بقى في طبق حلويات، تقدميها بقى لضيوفك، تقدميها للعزومات، اعملي كده صنف كده وقدمي، وبيني الناس اللي معزومين عندك قد ايه انت شاطره، وقد ايه بتعرفي تعملي. مش حاجه تقليديه، مش صينيه كنافه عاديه احنا عاملينها، لا، دي حاجه كده بتتقدم كده في المحلات، وحاجه كده اي واحده تقدر تعملها، وحلوه جدا، وطريقه بسيطه وسهله خالص، ما فيش فيها اي تعقيدات. كنت بقول لكم على شربات الكنافه، لان انا نسيت، بتاعي كنت بتكلم على الشربات ورحت في ناحيه تانية، انا كده بدخل من الموضوع لموضوع انسى انا كنت بقول ايه. ف شربات الكنافه اللي يكون معاكي مظبوط جدا، كوبايه ونص من السكر، عليه كوبايه ونص من السمنه، عليه كوبايه من عسل الجلوكوز، وعصره ليمونه، وفانيليا. الشربات ده هيكون معاكي ممتاز في الكنافه، مش هيغلي كتير، عسل الجلوكوز هيتقله على طول، عسل الجلوكوز هيظبط لك القوام. ما تحطي من الشربات مش هتلاقي حاجه كده صعبه كده، او سكرها لازع منك كده ما تقدريش انك تكملي قطعه واتنين وتلاته، لا، عسل الجلوكوز هيخلي التسكيره بتاعتك حلوه. شايفين قد ايه الشعر بتاع الكنافه مش طالع، مش مساوي، شكله حلو ومرتب، جميل جدا جدا جدا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وليه رايكم بقى في المبرومه
الكريمه بتاعتي. الحقيقه كانت شكلها حلو جدا ولونها جميل قوي. زي ما قلت لكم وانا كنت بحط الشربات كان الايه الكشاف بتاعي كان فاصل اهو، لكن النور بتاعي الحمد لله جه، والحمد لله الشاحن متوصل اهو. اول ما تلاقوا السلك الاسمر ده تعرف ان انا موصله الشاحن على طول. التليفون بتاعي بيستغيث وموصله الشاحن. فشايفين شكلها حلو قوي، وطعمها كمان جنان، وسكرها مظبوط. سكرها مش مسكر قوي، تقدري تاكلي واحده واتنين وتلاته. انا احب الحلويات اللي مش مسكره قوي كده علشان اقدر اكل منها و ويعني نفسك ما تقومش منها وكده يعني. فانا حطيت عسل الكلوكوز عامل اساسي في اي حلويات معانا شرقيه، علشان كده وعلشان توصلي لدرجه المحلات وما تكون انت شغاله اونلاين. تقدري تقدمي يعني منتج حلو، او منتج يتاكل، او منتج حد ياخده منك مره واتنين وتلاته. دي كانت معايا النهارده فيديو النهارده بتاعي والمبرومه النهارده. عايزه رايكم في الفيديو، وعايزه رايكم في الكنافه بتاعتي النهارده. كان طعمها حلو جدا جدا جدا. اعملوها بالسوداني، خلي السوداني طري بقشره ما تخافوش. هي بتاخد وقت في الفرن زياده، تعمل على نار هاديه، تتحمص براحتها جدا 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 علشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. براحتها خلوها على هادي كده وبراحتها خالص، هتلاقيها بتاخد منك اللون ده من غير حتى ما تقلبيها او اي حاجه. بتاخد منك اللون الجميل ده كله وبتطلع زي الفل. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.